السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب أولى ثانوي، أخباركم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وسلام. أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا بعد ما الحمد لله ما فرمنا اليونت 1 كله بالفوكاب والجرامر والسكيلز ورجعنا عليه مرة واثنين وثلاثة وحلينا كل الأسئلة ما سيبناش فيهم حاجة، وكمان زي ما عملنا كده برضه في يونت 2 جايين النهارده نعمل كده في يونت 3. وهنبدأ الأول خالص مع الجرامر. تمام؟ يعني هنبدأ الأول خالص بشرح الجرامر من أوله لحد اخره، مش هنسيب اي افكار ولا اي حاجه تخص الزمن ده الا خدنا عليها اسئله ضربنا عليها مره واثنين وثلاثه، وهسيب لكم طبعا فايل تحلوا فيه وتتدربوا وهتابع معاكم باذن الله. تمام؟ تعالوا بقى كده الاول نعرف ايه هو التنس اللي عندنا والزمن ده هنتعامل معاه ازاي. تمام؟ الاول خالص كده عايزك تعرف ان هو احنا عندنا حاجه اسمها present perfect simple tense، زمن المضارع التام. يا حبيب قلبي، هو اللي انت اخدته في ثالثه اعدادي. تمام؟ بس الاول تعالى كده مع بعض نركز نشوف احنا نتعامل معاه ازاي. هو عباره عن البريزنت بيرفكت، ولازم نقول سامبل عشان في عندنا منه كونتينوس مستمر. تمام؟ طب هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن ايه؟ يعني ايه ازاي مضارع وازاي تام؟ انت بتقول لنا مضارع وتام، يعني ايه ازاي مضارع وازاي تام؟ تام يعني حصل، تم جاي من كلمه تم. خلاص؟ طب يعني ايه برضو عشان ابقى فاهم؟ هو عباره عن حدث، عباره عن ايه؟ حدث، والحدث ده تم. تم يعني ايه؟ يعني انتهى، حصل وخلص، حصل وانتهى تماما. طيب لما هو حصل وانتهى ازاي بنقول عليه مضارع؟ لان له اثر. له ايه؟ اثر في المضارع. يبقى حاجه حصلت وانتهت تماما في المضارع ولكن سايبه اثر. تمام؟ ليها اثر. كمثال اجي اقول لك مثلا كده في مثال من الايه؟ من الامثله بتاعتنا. جيت قلت لك she has done her homework. she has done her homework، هي عملت الواجب. لو جينا ركزنا كده هنلاقي ان انا عندي هنا has done، وده شكل الزمن بتاعنا، وهو استخدامنا لكلمة have أو كلمة has معاهم على طول الباست من past participle، التصريف الايه؟ الثالث للفعل. طب انا ايه اللي خلاني كان ممكن اقول she did her homework، هي عملت الواجب؟ لا، انا هنا عايز اعرفك ان احنا لو بصينا على الواجب بتاعها هنلاقيه محلول. يبقى هي عملته ولكن شايف اهو ده الاثر اللي اتساب، اللي هو خلاص اوريدي اتحل، يعني خلاص محلول، انتهى الحل بتاعه واثره ان هو محلول دلوقتي. او مثلا لو جيت قلت لك في جملة تانية كده I have eaten my lunch. I have eaten my lunch. وممكن اكمل لك كده عشان اوضح لك بقى ايه ان ده present اكتر. I am full. I have eaten، انا اكلت الغداء بتاعي. I am full، انا دلوقتي ايه؟ I am full، انا شبعان قوي خلاص. يبقى انا اكلته، والدليل الاثر اللي اتساب دلوقتي في المضارع، انا اكلت خلاص، والاثر اللي اتساب ان انا اهو I am full، انا دلوقتي شبعان. يبقى يعني ايه مضارع تام؟ هو حاجه تمت وانتهت في الماضي ولكن ليها اثر في الوقت الحالي في المضارع. مش بس كده، لا، هو ممكن يكون عباره عن حدث، ايوه، بدأ في الماضي. بدأ فين؟ في الماضي، بدأ في وقت معين في الماضي. تمام؟ وما زال مستمرا. وما زال ايه؟ مستمر. يعني ممكن يكون حاجة بدأت في الماضي وما زالت مستمرة حتى الآن. طب ما تيجي كده معايا نشوف الدنيا تبقى عاملة ازاي. سيادتك هو عبارة عن استخدامنا لكلمة have. تمام؟ كلمة ايه؟ have أو كلمة has مع الباست participle. كمثال زي غير اللي احنا قلناه I have tidied my bedroom. I have tidied my bedroom. أنا رتبت أوضتي. أحمد has played tennis for an hour. أحمد
لعب تنس لمدة ساعة. لمدة إيه؟ ساعة، يعني بقاله ساعة بيلعب تنس، بقاله ساعة، حاجة بدأت في الماضي وما زالت مستمرة. تمام؟ نخلي بالنا. طب في حالة النفي، لو أنا حابب أنفي، عايز أقول الحاجة دي ما حصلتش، فبضطر أنفي بقى haven't وأنفي hasn't، وإحنا عارفين إن has مع المفرد وهاف مع الجمع، والباست participle. يعني لو حبينا ننفي الجملة بتاعت أحمد I have tidied my bedroom، هتبقى I haven't tidied my bedroom. أحمد hasn't played tennis for an hour. طيب أو مثلا they haven't watched the match yet، حتى الآن. ودي من الكلمات الدالة يا حبيب قلبي اللي انت عارفينها، ان كلمة yet اللي انا بستخدمها مع النفي haven't او hasn't. they haven't watched the match yet، وهنتكلم عن الكلمات دي كمان شوية. رودينا hasn't done her homework، رودينا ما عملتش الواجب بتاعها. شايفين اهو مش محلول لحد دلوقتي، ما اتحلش. she hasn't done her homework yet. اما في السؤال، لو كان السؤال ده اجابته في الاخر كده هجاوب عليه سواء بيس او هجاوب عليه بنو، تمام، هيكون بداية السؤال هل، ولكن باستخدام كلمة have او كلمة has كأفعال مساعدة زي ما احنا مستخدمينهم، وبعديها السبجكت وبعدين الباست participle. عايزين نتأكد، هو انت رتبت اوضتك؟ have you tidied your room؟ yes I have أو yes I have tidied my room. طب has رودينا، هل رودينا has رودينا done، تصريف ثالث ما ننساش، her homework، هي عملت الواجب؟ لا ما عملتوش، يبقى no she hasn't أو no she hasn't done her homework yet، لسه ما عملتوش yet حتى الآن. ده في حالة إن أنا عايز أكون جملة. طب عايز أكونه بسؤال، يعني هبدأ الأول بأداة استفهام، وأداة الاستفهام من بعدها على طول have أو has والسبجكت والباست participle. عايزين نتأكد where have you played the match؟ where have you played the match؟ أنت لعبت الماتش ده فين؟ where have you played؟ how long، وخلي بالنا ما بنقولش how long ago، هنتكلم عنها برضو بالتفصيل. دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. لو أنا استخدمت how long يبقى الزمن بتاعي direct أو زمن السؤال اللي أنا بستخدمه present perfect، زمن ومضارع تام باستخدامنا الهاف أو has مع التصريف الثالث. أو لو أنا استخدمت بقى how long ago direct، السؤال بتاعي هيتغير من how long بدل have هستخدم how long ago did، هيتحول من زمن المضارع التام للماضي البسيط. تمام، يبقى how long ago دي تعتبر ماضي بسيط، ماضي ايه؟ بسيط فقط. اما how long تبقى مضارع تام وبستخدم معاها have او has والتصريف الثالث. طب انا عايز احول الكلام ده مبني مجهول، عايز اقول ان اوضتي اترتبت. رودينا، احنا قلنا رودينا عملت الواجب، لا عايزين نقول الواجب اتعمل، يبقى عايزين نتكلم بالصيغه دي، ولكن صيغه ايه؟ مبني مجهول، فهتبقى I have tidied وده my room. ده كده بالنسبه لي جمله اكتف يعني ايه؟ جمله مبني معلوم. طب جمله المبني المعلوم دي انا عايز احولها مبني مجهول، هعمل ايه؟ هبدا الاول بالاوبجكت اللي هو مين؟ الاوبجكت اللي هو المفعول، وبعدها have أو has been مهمة مع التصريف الثالث زي ما هو. يبقى في الجملة بتاعتي I have tidied my bedroom دي جملة أكتف عشان أنا اللي رتبت الأوضة، فأنا الفاعل. طب تعالوا نعكس بقى ونبدأ بكلمة my bedroom أو my bedroom has been tidied. تاني has been tidied، يبقى أنا حولتها من active لباسف، بدل ما استخدمت كلمة have tidied قلت has been tidied. يبقى have been و has been زائد التصريف التالت. جملة المبني المعلوم استخدامنا لكلمة have أو كلمة has مع التصريف الثالث. أما جملة المبني المجهول استخدمنا الهاف أو has
مع كلمة been زائد التصريف الثالث. تمام؟ يبقى استخدامنا للمبني المجهول have و has been مع التصريف الايه؟ الثالث، لازم يكون معاها تصريف ثالث، ونركز عشان ما ندخلش جملة has been و have been اللي احنا هنتكلم عنها كمان شوية. أحمد has played، أحمد لعب the tennis for an hour، لعب تنس لمدة إيه؟ ساعة. tennis has been played، tennis has been إيه؟ played for an hour، ممكن أقول باي أحمد. يبقى أنا برضه حولتها من active لإيه؟ لباسف. يبقى عشان نحول الجملة بتاعتنا الباسف مبني مجهول بنستخدم have و has زائد been زائد التصريف الثالث. طب ما تعالى كده بطل نركز كده، يلا يا دكاترة ركزوا معايا عشان نشوف الأسئلة دي. سما my pen، take taking has taken have taken. لو أنا فكرت بالشكل ده هبقى محتاج الأول إن أنا عشان أجاوب أبص كده، هو مفيش كلمة ده مبدئيا، بس أنا عشان أبص للجملة هل لو أنا أخدت تيك سما ده مضارع بسيط المفروض يستخدم معاه اس وده مش موجود. لو انا استخدمت تيكينج ممكن اخد اي ان جي، بس الكلام ده برضو ممكن يبقى معاه ام واز وار واي ان جي، بس ده مش موجود. فما قداميش غير يا اما هاف يا اما هاز، فاكيد شيء سما يعني ما بتاخدش هاف، فالاجابه اللي قدامي هاز. تمام. طب نمبر 2 I can't walk easily، نركز بقى كده تاني. I can't walk easily، انا مش قادر امشي بسهوله، مش قادر امشي because I my leg للحظة لثانية. ساعتك هتشوف ان هنا في كلمة ايه؟ because، يعني هنا ده نتيجة واللي بعدها على طول ده سبب، اللي بعدها على طول ايه؟ سبب. يعني عشان اوضح السبب انا استخدمت because، بس للحظة هتاخد بروك، انا كسرت رجلي بس انا دلوقتي مش قادر امشي. يبقى في دليل على الاثر اللي انا عملته في الماضي، وليه حاجة حصلت دلوقتي اهو اللي أثر عليها، يعني في حاجة حصلت معايا في الماضي وأثرها دلوقتي إن أنا مش قادر أمشي. يبقى ده ما ينفعش يبقى ماضي بسيط، لا يبقى إيه؟ I have broken، عشان الدليل على إن أنا دلوقتي مش قادر أمشي، إن أنا كسرت رجلي، إن أنا دلوقتي إيه؟ مش قادر أمشي. الأثر بعد ما أنا كسرت رجلي. نمبر 3 your teeth عمر. هنا ده سؤال، لو ركزنا هنلاقي ان هنا في علامة ايه؟ استفهام. طيب علامة الاستفهام دي هتخليني ما اخدش يو خالص في بداية الجملة، لان ده كده ده سبجكت وده كلام ده ما بيحصلش. فما قداميش غير يا اما هاف يا اما ار يا اما وير، وكلهم ينفعوا ادوات استفهام بمعنى هل، والاجابة عليهم بتبقى يس او نو. فانا ما قداميش غير يا اما هاف يا اما ار يا اما وير. بس انا هنا بسأله غسلت اسنانك يا عمر؟ يور تيس عمر، غسلت اسنانك يا عمر؟ غسلت اسنانك يعني هو اسنانك دلوقتي مغسوله، يعني انت عملت الكلام ده في الماضي ودلوقتي اثره موجود عليك. يبقى هنا ده مضارع ايه؟ ممتاز تام، مضارع تام بسيط. فانا هنا بسأل عمر وبقول له انت، ايوه كده، have you brushed، ممتاز، have you brushed. نمبر 4 he carefully بحرص، هو examines carefully. طب لو انا قلت he examine هو ايه؟ يفحص ايه؟ يفحص محتاجه اوبجكت هنا مفعول. فين الاوبجكت بتاعنا؟ هو يفحص. طب يفحص ايه؟ لو انا قلت هو بيفحص لازم اقول هنا كده الحاجه اللي بيفحصها، فهي مش موجوده فاكيد مش هيبقى ده. طب was examining، ما هي ما غيرناش، انا خليتها ماضي مستمر مش هتمشي. he has examined هو فحص، برضه مضارع تام، لا برضه مش جايه، لا he has been examined، يعني حولناه لمبني مجهول. حولناه لمبني ايه؟ مجهول. مبني مجهول يعني باسف. حولناه لباسف ليه بقى؟ انا بقول هو فحص، he was examined ده في الماضي، بس انا دلوقتي عشان اقول عايز اعرفك انه خلاص تم الفحص عليه وده ورق الفحص مثلا، يبقى he has been examined تم فحصه. هو ايه؟ تم
فحصه، يبقى he has been examined. تمام؟ طب ما تيجي نشوف اليوزز او اليوزج نفسه، الاستخدام بتاع البريزنت بيرفكت سمبل تنس. انا بستخدم البريزنت بيرفكت امتى؟ يعني عايز استخدمه امتى؟ احنا اتفقنا من شويه ان انا بستخدمه عشان اعبر عن مواقف انتهت في الماضي ولكن ليها اثر، او استخدمها مع مواقف غير منتهيه. يعني ايه؟ يعني بدات في الماضي ولم تنتهي، لحد دلوقتي ما خلصتش. تمام؟ زي ما اقول لك مثلا كده I have taught English for 11 years. I have taught English for 11 years. انا بدرس انجليزي بقالي 11 سنه. كده الجمله دي لو احنا ركزنا فيها، هو انا خلصت دراسه تدريس الانجليزي؟ ده بعد الشر يعني. انا لسه ما زلت بدرس، صح؟ ما زلت بدرس، وكنت بدرس من زمان، يعني حاجة بدأت في الماضي وحتى الآن لم تنتهي. I have studied English since 2015. I am in secondary 1. أنا بدرس إنجليزي. أنت حضرتك بتدرس إنجليزي من 2015 لحد دلوقتي. أنت بتدرس إنجليزي وأنت في سنة أولى secondary 1. تمام؟ يبقى شيء بدأ في الماضي وما زال حتى الآن مستمر لم ينتهي. تمام؟ أو أعبر عن مواقف مرت في الماضي ولكن دون ذكر وقت حدوثها، وحط هنا اهو 50 خط تحت كلمة دون ذكر وقت حدوثها، عشان هنتكلم بعد كده عن الماضي البسيط وإن نفرق ما بين المضارع التام وما بين الماضي البسيط. ده معناه إيه؟ هو أصلا الكلام ماضي وحصل في الماضي وملوش أثر وملوش أي حاجة، ولكن أنا ما ذكرتش وقت حدوثه. يعني ايه؟ لو انا قلت I have visited the pyramids 3 times. هنا ايه بقى؟ لو ركزنا في الجملة كده هنلاقي ان المقصود من الجملة ضمنيا لحد اللحظة دي انا عملت الحاجة دي، انا لحد لحظتنا دي الحاجة دي عملتها، ده لحد لحظتنا دي. تمام؟ يعني ايه؟ I have visited the pyramid 3 times. هل أنا قلت زرتها إمتى؟ ما قلتش. يعني أول حاجة أهو عنصر الوقت مهمل. يعني إيه مهمل؟ يعني مش موجود في الجملة، مش عايز أقول الجملة اتعمل إمتى. تمام؟ يعني لحد وقتنا ده أنا زرت الأهرامات 3 مرات. I have visited the pyramids 3 times. ده لحد وقتنا ده. يعني ذكر عدد مرات فعل الشيء او عدد مرات تكرار الفعل بتديني زمن البريزنت بيرفكت مضارع تام، بس بشرط عنصر الوقت يكون مهمل. طب ليه؟ عايز اعرفك ان انا عملت الحاجه دي لحد دلوقتي 3 مرات، معناها ان انا ممكن قدام في المستقبل او في الوقت اللي احنا فيه ده ممكن ازورها تاني، او ممكن اعمل الفعل دوت مره كمان. يبقى ذكر عدد مرات او عدد مرات تكرار الفعل بيخليني استخدم present perfect simple tense. تمام؟ اللي هو استخدمنا الهاف وهاز زائد التصريف الثالث. Scientists have discovered medicines for a lot of diseases. العلماء اكتشفوا أدوية وعلاجات لكتير من الأمراض. برضو عنصر الوقت في الجملة مهمل ومش موجود. طب ده معناه ايه؟ معناه برضو ان لحد دلوقتي العلماء اكتشفوا علاجات لأمراض كتيرة. طب في المستقبل ما ممكن يكتشفوا علاجات برضو تانية لأمراض تانية. يبقى لحتى الآن لحد لحظتنا دي الفعل اللي تم في الماضي هو تم وانتهى دون ذكر وقت حدوثه في الماضي، وممكن يكمل للمستقبل أو ممكن يتكرر تاني في المستقبل. هو ده اللي بيخلينا نستخدم البريزنت بيرفكت سمبل تنس. تمام؟ طب ايه كمان؟ انا ممكن استخدمه مع مواقف هي انتهت وليها اثر زي ما احنا قلنا. I have lost my mobile. I have ده اختصار have. I have lost my mobile. طب ايه الاثر في كده؟ I can't phone my parents. مش عارف اتصل عليهم. موبايلي ضاع، مش عارف اتصل على حد. يبقى لما بستخدم كده البريزنت بيرفكت سمبل تنس عباره عن مواقف انتهت في الماضي او احداث تمت وانتهت وليها اثر فين؟ على الوقت الحاضر.
جملة الأثر تكون مضارع أهو، شايفين الأثر I can't، ما قلتش couldn't. حتى لما قلت I am full أنا شبعان I am مضارع بسيط. يبقى دي جملة الأثر اللي بتبقى موجودة مع جملة المضارع التام لازم تكون مضارع إيه؟ بسيط. طب ما تيجي كده معايا نكمل شوية نوتس مهمة أوي 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 أوي. تمام؟ تركز فيها معايا. ايه شويه النوتس اللي انا بقولك عليها مهمه مع 50 قوي اللي احنا قلناها. انا عندنا حاجه اسمها have been وhas been to وhave او has gone to. ذهب وعاد وذهب ولم يعد. have been to والمكان معناها راح المكان ورجع تاني راح ورجع، راح وايه ورجع. اما have مع has gone to gone يعني ذهب راح ولسه ايه ما رجعش، راح ولسه هناك، راح ولسه هناك. تمام. she has been to the market، راحت الماركت، راحت السوق. دلوقتي she is in the kitchen، هي دلوقتي she's in the kitchen في المطبخ. يبقى has been to the market راحت السوق ورجعت، عشان هي دلوقتي فين؟ في السوق. كانت في السوق لكن دلوقتي ايه؟ في المطبخ. have باسم has gone to the club، باسم راح النادي. حلو. he will come back، سيعود، هيرجع after the match، هيرجع بعد الماتش. يعني هو راح ولسه هيرجع after the match. يبقى هو لسه هناك، راح ولسه هناك. يبقى فرق ما بين راح ورجع have been to has been to، وفي فرق ما بين راح ولسه هناك وهي have gone أو has gone to. بس في خدعة مع have been و has been ومكان اللي احنا أخدناها هنا have been to و has been to. لو غيرنا حرف الجر الإن هنا معناها راح ولسه هناك. تمام. يبقى have been أو has been in في المكان ده لمدة، يعني هو مش بمعنى راح ولسه هناك، هي المعنى الأدق لها إن هو إيه؟ ما زال هناك أو متواجد في المكان ده لمدة for أو since المدة اللي هو قاعد فيها هناك. I have been in London for 3 years. معناها ايه؟ معناها I am in London now، أنا دلوقتي في لندن. I have been in London. in اتغير حرف الجر من to لإن عشان بدل ما تبقى راح ورجع هيبقى معناها مازال في المكان دوت لمدة معينة، لمدة 10 أيام 2 weeks اسبوعين ايا كان المده. يبقى مع فور بنحط مده، اما مع سنس هنحط البدايه، وقت البدايه اللي بدا ايه فيها. تمام. بس نخلي بالنا من حاجه مهمه. فاكرين من شويه قلنا عند ذكر عدد مرات تكرار الحدث بنخلي الجمله بتاعتنا present perfect simple tense. يعني ايه؟ يعني لما قلنا من شويه scientists have discovered many medicines، اكتشفوا علاجات كتيرة. أو مثلا I have visited the pyramids for 3 times. تمام. زرتها 3 مرات. ده تكرار لحدث عملته أكتر من مرة، ممكن يزيد من بعد كده بس بشرط عنصر الوقت فيها مهمل ومش موجود. طب لو أنا جبت الوقت وضفته عليها، أنا عملت الحاجة دي الأسبوع اللي فات، أنا الأسبوع اللي فات بعت 3 إيميلات. حلو. أنا امبارح بعت 20 رسالة. أنا هنا حددت عدد مرات الحاجة اللي أنا عملتها 20 رسالة، ولكن أنا ما قلتش الوقت. لو أنا حددت الوقت تتحول لباست سيمبل دايركت على طول لماضي بسيط. أحمد has drunk 2 coffees. أحمد شرب فنجانين قهوة. شرب إيه؟ 2 من فناجين القهوة. طب لو حطينا يسترداي
هو شربهم امبارح. هنا اهو سيادتك، احنا هنا عنصر الوقت اللي احنا كنا بنتكلم عليه بقى موجود. طالما عنصر الوقت بقى موجود يتحول على طول دايركت لباست سيمبل. احمد drank 2 coffees yesterday. تمام؟ يبقى الفرق ما بين الباست سيمبل الماضي البسيط والبريزنت بيرفكت سيمبل والمضارع التام البسيط هو ان احنا العنصر الوقت فيهم مهمل ومش موجود في المضارع التام، انما العنصر الوقت لازم يكون موجود في الماضي البسيط. تمام؟ طيب ممكن استخدمه مع مواقف او احداث ممكن تتكرر قابلة للتكرار، ينفع اكررها. بس الكلام ده مع كلمات زمنية زي this morning, this week, this month, this year, this day, this وأي فترة ممكنة. أو كلمة today, tonight, in the last year, in the last month, in the last week, in the last night, in the last وفترة. تمام؟ كمثال I have sent 3 emails today. أنا النهاردة بعت بس 3 إيميلات، وممكن أكمل تاني النهاردة وأبعت 4 إيميلات 5 إيميلات 10 إيميلات. يبقى هو عدد تكرار وقابل للزيادة فيما بعد. يبقى لما أحط عدد موقف قابل للتكرار فيما بعد مع كلمات زمنية this morning, this week, this month، أو this مع فترة زمنية كلمة today و tonight، in the last وفترة في المستقبل أو فترة في الماضي in the last week, in the last year, in the last وأي فترة يتحول دايركت تمام لبريزنت بيرفكت سمبل تنس، مضارع تام بسيط. تمام؟ طيب تعالى كده نشوف معايا بنستخدم المضارع التام برضو مع كلمة never وسنس وإيفر عشان أعبر عن خبرات وتجارب سابقة. خبرات وتجارب ازاي؟ يعني ايه خبرات ويعني ايه تجارب؟ لما انا من شوية قلت لك I have taught English for 11 years. انا بدرست انجليزي بقالي 11 سنة. ده ايه؟ بيعبر عن خبرات وتجارب. او مثلا استخدام الايفر ونيفر. لو انا قلت I have never eaten sushi. I have never eaten sushi. ده معناه لحد دلوقتي الحاجة دي انا ما عملتهاش، ما عنديش خبرة فيها، ما جربتهاش. يبقى استخدام النيفر او ايفر وسينس وفور ما قدرتش عبرت بيها عن خبرة وعبرت بيها عن تجربة. تمام؟ I have never gone camping. انا ما رحتش عملت كامبينج قبل كده، ما عملتش تخييم ولا عملت معسكر قبل كده. ده كده بيعبر عن خبرة انا ما عشتهاش. تمام؟ سما is the most intelligent girl I have ever seen. انا الاول مرة اشوف طالبة بالذكاء ده. تمام؟ سما is the most intelligent. تمام؟ في استخدامي لصيغة التفضيل بستخدم معاه ever واحيانا never. سما is the most intelligent girl I have ever seen. طب لو حبينا نعمل نفس الجملة دي بنيفر هتلاقي بنعكس بقى الجملة I have never seen such an intelligent girl as سما. أنا ما شفتش طالبة أذكى من مين؟ من سما. I have ever seen. شفت have ever seen. أنا الأول مرة أشوف طالبة بالشكل ده. I have worked here since 2002. وهنتكلم بالتفصيل عن الكلمات اللي احنا بنستخدمها دي. بس الأول تعالى كده نتدرب شوية مع بعض على السؤال ده. أول سؤال I English since I was in primary 1. I still study it. خلي بالك I still study. أنا ما زلت بدرس. ما زلت إيه؟ بدرس. I English since I was in primary 1. بدرس إنجليزي since ماضي بسيط. بدرس إنجليزي من أولى ابتدائي وما زلت بدرس، يبقى I have studied. شيء حدث في الماضي وما زال مستمر. She the high dam
3 times. هي زارت، عشان عندنا visit، زارت السد العالي the high dam 3 مرات. she will visit it again next week. هتزوره تاني الاسبوع الجاي. يبقى اتفقنا عن خبرات في الماضي وممكن او احداث تكررت فيها تكرار في الماضي وممكن تتكرر تاني فين؟ في المستقبل. فهنا she has visited. تمام. يلا ابطال كده نمبر 3 مع بعض. حسين his leg. he can't walk without a stick. ما بيقدرش يمشي من غير العصاية والعكاز. ما بيقدرش يمشي دلوقتي في المضارع. جملة الأثر في المضارع يبقى اللي قبليه مضارع تام. حسين was breaking، had broken، has been broken. ده مبني مجهول، ده باسف. أكيد has broken عشان اللي قبليه باسف. أكيد ما حسين مش اتكسر رجله، لا هو رجله اتكسرت وحدها، يعني ما ينفعش يبقى اتكسرت. يعني لو كنا بدأنا بليج ماشي، لكن احنا بادئين بحسين. حسين هو الفاعل، مش الليج هو المفعول. تمام. نمبر 4 رودينا to the club. I'll join her there. انا هنضم اليها هناك. يبقى دلوقتي احنا محتاجين نعرف هو رودينا لسه هناك ولا رجعت؟ I will join her there. هنضم إليها كمان شوية هناك. يبقى هي لسه فين؟ هناك. لسه هناك. يبقى مضارع أيوه تام مع have وهاز إيه والتصريف الثالث. يبقى ده مش موجود، ما ينفعش معانا، ولا had كمان عشان احنا بنقول مضارع. بس في عندي مشكلة. هاز وهاز بين وهاز جون، واحنا قلنا هاز جون راح ولسه هناك. راح ولسه هناك. هاز بين راح ورجع. راح وايه ورجع، بس هي لسه هناك. يبقى هاز جون. يبقى رودينا has gone to the club. I will join her. انا هنضم اليها. Your mother to the market. The shop. Take the shopping bag to the kitchen. مامتك كانت في السوق، راحت السوق. خد الحاجات، شنطة السوق، وحطها فين؟ to the kitchen. حطها في المطبخ. خد حاجة السوق حطها في المطبخ. يبقى سيادتك ماما راحت ورجعت ولا لسه هناك؟ لا اكيد راحت ورجعت، ما انا هاخد الحاجة احطها فين؟ في المطبخ. يبقى she has been to. راحت ورجعت، ذهبت وعادت. نمبر 6 دكتور كريم that hospital 2 years ago. عنصر الوقت موجود. عنصر الوقت ايه؟ موجود. يبقى ما ينفعش اقول عليه present perfect simple tense. ما اقدرش اقول عليه مضارع تام بسيط. طيب يبقى ماضي بسيط. has left لا. has left ايه؟ لا. يبقى انا لازم استخدم ايه؟ left ماضي بسيط. today I 3 emails so far حتى الآن. حد دلوقتي انا ما بعتش غير 3 ايميلات. I am waiting for 2 more. ده انا مستني هبعت كمان ايه؟ 2. انا بعت 3 ولسه هبعت 2. يبقى في عدد وهيكمل معايا فين؟ في المستقبل. يبقى I have received. انا استلمت. انا كده مش هبعت، انا استلمت 3 ايميلات ولسه مستني كمان 2 هستلمهم. تمام. طيب تعالى كده معايا نتكلم عن الكلمات او الادفيربس، الظروف اللي احنا ممكن نستخدمها مع زمن البريزنت بيرفكت سيمبل تنس، زمن المضارع التام البسيط. انا ممكن استخدم كلمه ايفر ونيفر واوريدي وجاست. طب دول مكانهم فين؟ بص كده معايا يا بطل. احنا بنستخدم كلمه هاف وكلمه هاز، واحنا عارفين ان معاهم الباست باست بارتيسيبل، التصريف الثالث. لو احنا هنستخدم already ونيفر وجاست، already ونيفر وجاست تمام وايفر، مكانهم فين؟ بعد have وهاز وقبل التصريف الثالث. يعني have already وتصريف ثالث، has already وتصريف ايه؟ ثالث. ممكن نستخدم كلمة ايه؟ just never ever. يبقى have already، has already، have just، have never، has ever، have never والتصريف الثالث بعدهم. يعني مكانهم فين دول كلهم؟ مكانهم
بعد have و has على طول. بص كده my uncle has just arrived جت في النص. تمام. I have never seen جت في النص. This is the tallest tree I have ever seen في النص. بس محتاج سيادتك برضو تركز معايا ان كلمة already ديت ممكن سيادتك بدل ما استخدمها هنا ممكن اجيبها في نهاية الجملة بقى قبل ايه؟ قبل ما نحط النقطة على طول. ركزوا معايا كده تاني. ممكن اوريدي استخدمها فين؟ ممكن اوريدي استخدمها فين؟ في ما بين هاف وهاز والتصريف الثالث، يعني بعد هاف بعد هاز وقبل التصريف الثالث. ممكن استخدمها فين؟ في نهاية الجملة، يعني مش شرط يكون مكانها بعد هاف وهاز. طب ما تيجي كده نشوف. have you ever انا استخدمت هيفر بعد هاف، وهي ما كانتش بعد هاف، دي جت بعد يو، بس عشان ده سؤال في تيجي السؤال، بس هي جت فين؟ جت قبل التصريف الثالث. يعني ادي هاف وادي ايه؟ التصريف الثالث وايفر جت في النص. احنا كل اللي عملناه بدلنا ما بين السبجكت وما بين هاف. I have already passed ادي have passed واوريدي جت في النص. طب I have passed already، يبقى انا ممكن already تبقى ما بين have و has، ممكن تبقى في نهاية الجملة. تمام؟ طيب ما تيجي كده نشوف مع بعض ان انا بستخدم ايه كمان في الجمل بتاعتنا. ندى has never been to Paris، ده معناه ان ندى hasn't ever. ايه ده؟ يعني هو كلمة never بتساوي not ever. تاني، كلمة never بتساوي not ever. فانا عارف ان انا هستخدم مع كلمة never هستخدم معاها have او هستخدم معاها has، ونفس الكلام هنا هستخدمه مع مين؟ هستخدمه مع ايه؟ مع ever، بس هحط نفي الاول. يعني لو انا حبيت انفي من غير never احط ever، بس انفي الجملة بتاعت have و has. ندى has never تبقى hasn't ever. تمام؟ 100 100. طب ما تيجي نشوف باقي الكلمات. عندنا so far شفناها من شوية. so far up till now lately أو recently الاثنين بنفس المعنى. كلمة since طبعا ما قلنا since يبقى نقول for. over the years over the months over the weeks over وأي فترة على مر الأسابيع على مر الشهور على مر السنين over the years. in the last قلنا من شوية in the last years in the last months in the last weeks in the last nights وهكذا في الشهور الأخيرة في الليالي الأخيرة. throughout هي over هي over throughout the هي over the. لما قلنا over the years أقدر أبدلها وأقول throughout the years throughout the months throughout وهكذا. او ممكن اقول this week this month this year this day this وفتره من ايه؟ من الفترات. تمام. I have. طب تعالوا نشوف مكانهم فين. مكانهم في نهايه الجمله يا بطل او ببدا بيهم الجمله. بص كده I have written 2 essays for so far. I have written 2 essays so far. انا كتبت مقالتين so far حتى الان. ممكن اقول so far واحط كوما وابدا بيها. so far I have written حتى الان I have written كتبت مقالتين، مفيش فرق يعني. طب اما استخدامي لكلمه الجمله المنفيه او الجمله الاستفهاميه بستخدم كلمه yet. كلمه ايه؟ yet. have you watered the trees yet؟ هل انت سقيت الاشجار رويتها؟ هل رويت الاشجار يد حتى الان؟ الم تروي الاشجار حتى الان؟ الم ترويها حتى الان؟ كده مضارع ايه؟ تام present perfect simple. او ان فيها مثلا hasn't seen the new manager yet. انا ما شفتش المدير الجديد لحد دلوقتي، انا لسه ما شفتوش حتى الان. تمام.
زمنيه بتدل على وقت او بدايه الوقت، وده اللي انا بستخدمه مع كلمه سينس عشان سيادتك نفرق ما بين سينس دلوقتي حالا وما بين فور. فاحنا تعالى كده ركز معايا بالله عليك عشان بنتلخبط ما بين سينس وما بين فور. سينس بتحدد بدايه وقت الحدث، يعني الحدث ده بدأ امتى، وقت البدايه بالظبط، بتحدد وقت البدايه، يعني بدأ يوم ايه، سنة كام، الساعة ايه، الساعة كام بالظبط، يوم ايه، شهر كام، شهر ايه، يعني بنحدد وقت بداية الحدث بالظبط. بدأ 5 o'clock يبقى since 5 o'clock، بدأ الساعة 5. since the morning بدأ الصبح. since Monday، since 26 سبتمبر بدأ يوم 26 سبتمبر. since March منذ ايه ذلك الشهر، شهر مارس. since summer منذ الصيف. since 2013. since yesterday. since last، ركز كده تاني، since last عشان هنتكلم عنها كمان في فور كمان شويه. since last وفتره من فترات last. since last week، last month، last year وهكذا. تمام. since then. since ايه then منذ ذلك الحين او ذلك الوقت. since arrival. since departure منذ الوصول او منذ الرحيل والمغادره. since birth منذ الميلاد. since death منذ الموت وهكذا. طب ما تيجي نشوف مكانها قبل الفترات دي وبتبقى في اخر الجمله او ايه. she he is بس هنا هيز الابوستروف اس هنا بتاعت هاز، اختصار هاز، يبقى الابوستروف اس هنا بتاع مين، بتاع هاز عشان بعديه تصريف ثالث. he has been here since April، هو موجود منذ شهر April، شهر 4، شهر ابريل. she has lived in أسوان since her birth، مولودة أو عايشة في أسوان منذ ميلادها، منذ اتولدت. ما أنا ممكن أستخدم كلمة since وما أحطش الفترات اللي فوق، ولكن هيجي بعدها جملة والجملة دي تكون ماضي بسيط. يعني إيه؟ سيادتك أنا ممكن أستخدم since بشرط يكون بعدها جملة ماضي بسيط. تمام؟ I have lived in this flat since I got married. got married اهو، got married ماضي بسيط. أنا عايش في الشقة دي منذ تزوجت، من ساعة ما اتجوزت. ممكن أبدأ بيها وأبدل since I got married I have lived. تمام؟ طب أما for، سيادتك for نفس الكلام بستخدمها ولكن عشان أحدد مدة الحدث، مش وقت بدايته، مدته، الفترة اللي استغرقها الحدث، بقاله قد ايه المدة دي بيحصل فيها الحدث. يعني ايه بقى يحصل for 2 seconds، ده حصل لمدة ثانيتين. for 3 minutes لمدة 3 دقايق، ده بيحصل for an hour بقاله نص ساعة. for a moment لحظة. for a while برهة ثانية من الساعة. for an hour لمدة ساعة. for 4 hours 5 days 6 months 2 seasons 10 years. يعني ايه من الاخر بنحط عدد ومعاه فترة، بنحط معاه عدد وايه ومدة مع for a long time، for ages لعصور ولفترة طويلة. for 2 centuries، for a decade عقد يعني 10 سنين. for a short time، for the last. احنا قلنا فوق since last، كنت بقول ايه since last، انما هنا بقول for ايه بقول for the last، يعني for مع كلمة last لازم قبلها قبل last كلمة the، يبقى for the last week لمدة الأسبوع الماضي. for the last month لمدة الشهر الماضي وهكذا. I have had this mobile for more than 10 years. اعتبر ان more than مش موجودة. for 10 years لمدة 10 سنين. for more than لمدة أكثر من 10 سنين. he has been here هو هنا موجود for 6 months لمدة 6 شهور. تمام وهكذا. طب ما تيجي نتشيك بوينت كده
اللي احنا قلناها تشيك بوينتس نراجع عليها بشكل سريع كده مع الحل. مروه تو اسوان بيفور، ما راحتش قبل كده. او راحت قبل كده، بس احنا هنستخدم ايفر او نيفر في السؤال. never has been never has never been was never going. طبعا ده بره الموضوع خالص. تمام؟ فانا عندي مكان never فين؟ احنا اتفقنا ever ونيفر وجاست already مكانهم فين؟ في نص ما بين have وhas والتصريف الثالث. فانا عندي has been وده never في الاخر. never في الاول ما تجيش. احنا قلنا has never never فين؟ ما بين have وhas والتصريف الثالث. حسام to هرجيدة he plans to make his first visit next January. راح الغردقة وهيزورها لأول مرة next January، يعني ما راحش قبل كده، ده لسه هيروحها لأول مرة في يناير اللي جاي، يبقى ما راحش خالص. hasn't never هو في نفي بنفي بيه never؟ لا طبعا. هي never اصلا نفي، هنفيها ب hasn't و haven't؟ لا طبعا. hasn't ever has ever. ايه ده ever مع has؟ لا ما تجيش غير في حاله واحده احنا اتفقنا عليها، صيغه المبالغه، صيغه التفضيل مع the most و the least او اي صفه مع est، او has been never، واحنا never دي ما بتجيش بعد كده. تمام؟ او ده مش غير اتنين، has ever been واتفقنا على ده مش هيحصل. احنا قلنا ان كلمه never اختها not ever. النفي زي never هو not مع ايه؟ never. يبقى hasn't ever haven't ever. number 3 my parents yet دي بستخدمها في السؤال، بس ده مش سؤال، بستخدمها مع النفي. بستخدمها مع ايه؟ مع النفي. مع جملة النفي don't هو نفي، بس ما بستخدمش don't مع it، ولا weren't مع it، ولا have مع it، فما قداميش غير haven't returned. number 4 wonderful have you completed the report so you can give it to the manager. اولا ده سؤال بدأ بهاف، وفي نهاية الكلام ده بستخدم يت، اللي احنا قلنا يت بستخدمها في النفي والسؤال. I haven't traveled out my birth منذ ميلادي. اسمه منذ الميلاد يبقى since. I have felt great pain أنا شعرت بجريت pain ألم in my stomach في معدتي since ماضي بسيط بعدها have felt مضارع تام، وبعد since على طول بنجيب جملة في الماضي البسيط since I ate الماضي من ate. number 7 I haven't seen my sister ages لفترة طويلة. يبقى أنا بتكلم عن فترات، بتكلم عن إيه؟ عن فترة، فما أقدرش أستخدم since. تمام؟ أقدر أستخدم مين؟ before. 100. طيب تعالوا كده نشوف الكي بوينتس اللي احنا قلناه بشكل كده ايه سريع. حاجات كده اضافيه ومحتاجين سيادتك تركز فيها كويس قوي. احنا لحد دلوقتي ماشيين تمام جدا، عرفنا كل حاجه في البريزنت بيرفكت، وناقصنا بس شويه نوتس كده، شويه ملاحظ. تمام؟ شويه ملحوظات كويسه. كلمه اجو اقدر استخدمها بدل جاست بس بشرط، او جاست ناو، يعني بدل جاست اقدر استخدم just now او كلمة a moment ago او a short time ago، بس ده الكلام ده بدل just، واحنا عارفين just مكانها فين؟ ايوه have او has كلمة just، وبعدين بعد just الباست participle. have just has just ممكن اشيل just خالص واحط مكانها ago في نهاية الجملة. he has just left ممكن اقول بدلها اشيل just واحط مكانها a moment ago فتتحول للماضي البسيط. ده الشرط ايه؟ لو انا هشيل just احول الجملة للماضي البسيط. طب لو انا شلت just احط مكانها ايه؟ ago مع a moment او a short time او a short while وكلمة ايه؟ just now.
ندى has just، شيل just وحط just ناو في الاخر، بدل has gone تبقى went، ماضي بسيط. طيب ممكن استخدم حاجه اسمها inversion، ان انا اعكس الجمله، بدل ما اقول I have never، وبدل ما استخدم كلمه have او كلمه has never وبعدهم الباست participle، طب انا ممكن ابدا never، بس في الحاله دي هتعملها وكانها في صيغه سؤال. يعني ايه never؟ I have never، تبقى never have الاول، I played. ما فهمتش؟ طب تاني، انا لو هبدا بنيفر هحط بعدها have او has، اهو ابدا بنيفر واحط بعدها have او has وبعدين السبجكت الفاعل وبعد كده التصريف الثالث. never have they visited، never has she done. اوكي، never have I played squash وهكذا. ممكن استخدم ever وكلمة never بالشكل ده مع كلمة this is the first time I have أو she has ever التصريف التالي، أو ممكن أقول this is the first time for me، إذا تحولت من subject لobject، تحولت من subject لمين؟ لobject، يعني هحولها لسبجكت لإيه؟ لobject، من ضمير فاعل فوق لضمير مفعول تحت. بدل ما أقول this is the first time I، هقول تحت إيه؟ for me. This is the first time he. This is the first time for him وهكذا. This is the first time I have ever seen such a tall girl. دي أول مرة أشوف بنت طويلة بالشكل ده، تمام؟ هي this is the first time for me to see such a tall girl، تمام؟ وهكذا. أما never بحط قبلها جملة تفضيل واحط بعد have و has ever وتصريف ثالث. جملة التفضيل the most او the most او the least او ذا مع صفة قصيرة و est. جملة التفضيل مع الفاعل have و has never نفس الكلام، never قبلها have و has بعدها تصريف ثالث واحط such a او such an مع صفة، بس الصفة دي بتوصف مين؟ بتوصف اسم. تعال نشوف. She is the tallest girl I have ever seen. طب انا مش عايز استخدم ever، انا عايز استخدم never في الجمله دي. خلاص نخلي الاول never وجمله ايه اللي بعدها تبقى صفه، هيبقوا الاثنين بنفس المعنى، بس الصفه المره دي مش هتبقى صفه تفضيل، هتبقى صفه عاديه خالص. بدل ما اقول she is the tallest girl هقول such a tall girl واحط never في الاول. I have never seen such a tall girl. يبقى عشان انفي ever اغير ever بنيفر، عشان اغير ever بنيفر بحط such a او such an على حسب الصفة اللي بيكون بعدها الاسم، تمام؟ وهكذا. طب لو انا حبيت استخدم yet بدل من كلمة still، يعني ايه؟ لو انا حبيت في جملة، بس still دي انا بستخدمها في زمن المضارع المستمر. مضارع ايه؟ مستمر، اللي هو ايه am و is و are و ing. I am still doing my homework، انا بعمل الواجب، لسه ما زلت بعمله دلوقتي، ده معناه ان انا لسه ما خلصتش الواجب. يبقى انا ايه he hasn't finished doing homework yet، hasn't finished yet. يبقى لو انا شلت كلمة still وعايز ابدلها بكلمة yet مع المضارع المستمر am و is و are و ing وستيل في النص، هضطر ان انا اقول ايه مع السبجكت haven't و hasn't finished stopped ing yet. still doing is still doing hasn't finished doing، تمام؟ it is still raining hasn't stopped raining yet وهكذا. صعب الكلام ده؟ طيب احنا عرفنا الفرق ما بين since و for في المعنى وفي الاستخدام، تمام؟ اما
كل اللي احنا قلناه بشكل ايه مختصر. ده جزء كده يا شباب للملخص اللي يفرق ما بين البريزنت بيرفكت سيمبل تنس والباست سيمبل. تعال نفرق كده مع بعض ما بين الماضي البسيط والمضارع التام. يعني ايه مضارع تام ويعني ايه ماضي بسيط، عشان لو جات لي جمله افرق ما بين المضارع التام ازاي والماضي البسيط. تمام. المضارع التام بحاجه بتحصل في وقت غير معروف، يعني حاجه الوقت فيها مهمل، انا مش عارف الحاجه دي حصلت امتى. انما الماضي البسيط حاجه حصلت في وقت محدد، ايوه، وانا عارف حصلت امتى. someone has broken the window. حد كسر الشباك. ما قلناش امتى، عشان كده نقول هو لو رحنا دلوقتي هنلاقي الشباك مكسور، بس انا ما حددتش الوقت، هو حصل في الماضي وما اعرفش حصل امتى. someone broke the window yesterday. حد كسر الايه الشباك امبارح yesterday. يبقى طالما انا قلت لك حد كسر الشباك امبارح، ايوه في وقت اهو yesterday، فحطينا بروك ماضي ايه ماضي بسيط. طب حاجه حصلت في وقت، احنا عرفنا ده. طب ازاي ما بتقول لي ما فيش وقت؟ بس انا قلت لك الوقت ده لم ينتهي بعد، حاجه لسه ما انتهتش، انما هنا حصل وانتهى تماما، حاجه حصلت وانتهت تماما. I have received 3 emails today. انا النهارده استلمت ايه 3 ايميلات، وما زلت بستلم، انا ممكن يجي لي كمان شويه ايميلات. ده النهارده. I have received 3 emails last week. الاسبوع اللي فات انا استلمت 3 ايميلات. ده الاسبوع اللي فات. حدث تم في الماضي وليه اثر، تعبنا من الاثر. I have learned to drive now I can drive. انا اتعلمت السواقه ودلوقتي اقدر اسوق. تمام. اما هنا I learned بس ماضي بسيط. to drive عمر علمني السواقه. انا بعرف اسوق، عمر علمني. انا اتعلمت السواقه، عمر علمني. مفيش دليل على الاثر، مفيش اثر. تمام. فيبقى ماضي بسيط. حدث قابل للتكرار، يعني اقدر اكرره واقدر اعدل عليه تاني. تمام. صلاح has scored more than 100 goals in the Premier League. محمد صلاح احرز 100 هدف في البريمير ليج. طب ما ممكن يحرز اهداف تانية ويغير الرقم يبقى 100 و120 150 هدف وهكذا. اما هنا نجيب محفوظ wrote a lot of novels. طب هو نجيب محفوظ عايش هيقدر يكتب لنا تاني ويغير الارقام او الروايات اللي هو كتبها ويزود الروايات اللي كتبها؟ اكيد لا. تمام. يبقى انا عندي هنا ده عايش يقدر يحرز اهداف تانية، ان ده لا خلاص بقى الله يرحمه يعني. طيب حدث او حالة بدأت في الماضي ولا زالت موجودة. I have lived in أسوان since 2002. انا عايش في أسوان من 2002 وما زلت عايش. انما ده حاجة حصلت في الماضي ومش موجودة يعني. I have lived in أسوان in 2008. يبقى لما اقول since مع تاريخ السنة مضارع تام، لما اقول in مع تاريخ السنة يبقى ماضي ايه ماضي بسيط. طب تعالى نتشيك كده شوية من البوينتس اللي احنا قلناها. My father is angry. بابا ايه زعلان متضايق. بابا ايه متضايق ليه؟ because I the door open. بابا متضايق دلوقتي عن حاجة أنا عملتها في الماضي، يبقى ليه أثر، يبقى I have left مضارع تام. My father is angry. بابا متضايق دلوقتي. The door opened last night. هناك أنا قلت مضارع تام لأن الوقت كانش موجود، إنما هنا الوقت موجود ومتحدد. أنا عملت ده امبارح، يبقى because I left ماضي بسيط. He 3 coffees so far. أيوة so far today حتى الآن النهاردة. يعني ده عمل الحاجة دي، عملها شرب قهوة 3 فناجيل قهوة لحد دلوقتي النهاردة. يعني ممكن النهاردة يشرب كمان شوية، فيبقى has drunk. He 3 coffees yesterday. شرب امبارح بقى، ده امبارح، يبقى he drank ماضي بسيط. I to swim now. I swim as well as a swimming champion. أنا اتعلمت السباحة دلوقتي أقدر أعوم زي الأبطال. يبقى ده في حاجة أقدر أعملها دلوقتي.
يبقى have learned. I have learned. I to swim. That was during the summer ايه؟ during was ماضي بسيط اهو summer holiday اجازة الصيف. يبقى I learned. اتعلمت اثناء اجازة الصيف. ماضي بسيط. I a running champion as a child. Now I can hardly walk. I can hardly walk. انا يا دوب اقدر امشي دلوقتي. بالعافية اقدر امشي. عشان في الماضي running a champion كنت بطل في الجري ودلوقتي ما اقدرش. يعني حاجة اتغيرت ما بين الماضي والحاضر. يبقى I was a running a champion. I had been a running champion. I have been a running a champion. هل انا هقدر ابقى بطل كمان تاني ولا انا خلاص كده؟ I can hardly walk. انا مش قادر امشي دلوقتي بس زمان كنت بطل. هل هقدر ابقى بطل تاني واغير؟ لا ما اقدرش. يبقى ده ماضي بسيط. I was a running champion. كنت بطل عداء في الجري. I a running champion. I will represent Egypt in the Olympics. هقدر اغير واعدل على الحاجة دي. I will represent. انا همثل مصر في الاولمبياد. يعني ده حدث هنا اهو، حالة وموقف ما اقدرش اغير منه تاني في المستقبل، فاستخدمنا ماضي بسيط. انما ده حدث او حالة اقدر اغير منها في المستقبل وازود عليها، فيبقى مضارع ايه؟ تام. يبقى I have been. تمام؟ طيب لحد هنا يا شباب نبقى وصلنا لاخر حاجة خالص في اليونت في الدرس بتاعنا في البريزنت بيرفكت سمبل تنس اللي كنا بنشرحه، وغطينا كل الجوانب اللي فيه، سواء من تكوين الجملة في الأكتف والنفي والسؤال، وتكوين الباسيف المبني المجهول برضه في الجملة بتاعته وفي النفي، وعرفنا كل الاستخدامات بتاعته بنستخدمه امتى وازاي، وفرقنا ما بينه وما بين المضارع التام والمضارع والماضي البسيط، فرقنا ما بينهم. وكمان قدرنا نتكلم عن شوية نوتس كده مهمة جدا واستخداماتنا للظروف وهكذا. هسيب لكم باقي الشيت تمام نحله، ولو عندنا اي استفسارات تتواصلوا معايا وان شاء الله هنغطي كل حاجه. استنوا الفيديو اللي جاي، فيديو الكلمات الفوكاب بتاع يونت 3. تمام، واشوفكم ان شاء الله على خير وسلام.